السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان في فيديو جديد معانا النهاردة. في البداية طبعا كلنا عارفين ان قضية احمد فتوح كان سببها دهس احد الاشخاص. ربنا يرحم المتوفى ويغفر له ويسكنه فسيح جنته. طبعا محكمة جنايات مرسى مطروح حددت خلاص موعد النظر في قضية أحمد فتوح. النظر في قضية أحمد فتوح هيكون يوم 16 نوفمبر. طبعا للنظر في قضية أحمد فتوح هنشوف إيه اللي هيحصل الأيام المقبلة في قضية اللاعب الدولي لاعب نادي الزمالك. طبعا خلونا نروح بقى للقضية أو طبعا الواقعة اللي حدثت في أبو ظبي. الواقعة طبعا اللي على إثرها تم حبس تلت طبعا أو لاعبين من نادي الزمالك، وطبعا عبد الواحد السيد مدير الكرة. طبعا اللاعبين هم نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي بسبب المشاجرة والاشتباك مع فرد أمن طبعا استاد النهيان. طبعا استاد النهيان زي ما كلنا عارفين استاد ومعقل نادي الوحدة الإماراتي. بعد طبعا انتهاء مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل الإيجابي في الوقت الأصلي من عمر اللقاء، كان طبعا نبيل عماد دونجا عايز ينزل أرضية الملعب فاشتبك مع فرد الأمن، وحصل اشتباك كبير جدا بينهم، ودخل مصطفى شلبي طبعا زي ما في الفيديو موضح. مصطفى شلبي ضرب فرد الامن ده. هنشوف ايه اللي هيحصل الساعات المقبله. خلاص ساعتين فقط وهيتم صدور حكم طبعا ثلاثي الزمالك. عبد الواحد السيد طلع وبرر وقال تبرير او مبرر غير مفهوم خالص. طبعا ان بيحسبوا الشخص ده لابس تيشيرت احمر، وهما بيحسبوه طبعا التيشيرت الاحمر ده تيشيرت النادي الاهلي، ودي اصلا حاجه مفروض ما تطلعش من مسؤول خالص، ومفروض ما تطلعش من اي شخص عموما، لان طبعا لو هو مشجع للنادي الاهلي ما ينفعش انت تتكلم عليه بالطريقه دي، ولا ينفع حتى تتطاول عليه. يعني لو مشجع من نادي الزمالك مثلا موجود ولابس تيشيرت ابيض في مدرجات النادي الاهلي او في استاد، وطبعا واقف امام جماهير النادي الاهلي، حد من جماهير النادي الاهلي يعرف يبص له؟ اعتقد لا. واعتقد برضو لو جماهير نادي الزمالك شايفه فرد امن او اي شخص ولابس التيشيرت الاحمر امامهم، اعتقد برضو انهم مش هيتكلموا معاه. الكلام ده ما كانش مفروض يطلع منك طبعا ومن مسؤول في نادي الزمالك عموما. طبعا يا كابتن عبد الواحد الثلاثي موجود لحد الآن طبعا في أحد سامي الشرطة طبعا في أبو ظبي. هنشوف إيه اللي هيحصل لهم خلال الساعتين القادمتين. خلاص الحكم هيطلع خلال ساعتين فقط. هنشوف إيه اللي هيحصل. وطبعا الأقرب إنهم حتى لو تم طبعا خروجهم من هذه القضية هيتم طبعا تحويلهم على المطار وترحيلهم من دولة الإمارات. هيطلعوا طبعا على المطار وهيمشوا ويترحلهم طبعا على القاهرة على طول. هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الساعتين القادمتين. دي كانت أهم الكواليس معانا النهاردة، وما يخص طبعا قضية وصدور حكم ثلاثي نادي الزمالك اللي خلاص هيتم خلال ساعات قليلة فقط. في نهاية الكلام ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وفي نهاية الكلام سلام.